تعرف انك معرض اكتر من الاول لهجمات الكترونيه بسبب الاي اي ومش هتقدر تكتشفها؟ الاي اي دلوقتي بقى بيستخدم طرق متقدمه جدا لاحتيال الشخصيات واختراق الحسابات. سمعت عن الديب فيك؟ دي تقنيه اوريدي الاي اي بيعملها والهاكرز بيستخدموها بحيث انهم يقدروا يكريتوا فيديوهات وفويس نوتس وايميلات واس ام اس مطابقه للواقع، وحتى الفيديوهات كانها من اشخاص حقيقيين تماما لان نبره الصوت مظبوطه وكل حاجه قريبه للواقع بشكل مش هتتخيله. كل التولز اللي بيستخدمها الهاكرز في عمليات الاحتيال وخصوصا اللي بتعتمد على الاي اي بقت صعبه جدا تتكشف. هقول لك مثال عشان تعرف الموضوع واصل لحد فين. السنه دي ظهرت رسائل بتقلد الرئيس الامريكي بايدن وحاكم ولايه فلوريدا والرؤساء التنفيذيين للقطاعات الخاصه، وكمان في فيديو انتشر لرئيس الشؤون الماليه في شركه مالتي ناشونال وبناء عليه الموظفين عملوا تحويلات بنكيه وصل قدرها ل 26 مليون دولار. متخيل انهم بقوا بيقلدوا ناس كبار بدون اي خوف، وحجم الخساره وصل لقد ايه؟ الشركات والجهات الحكوميه والخاصه بقوا بيواجهوا تحدي كبير قصاد الاي اي تولز دي في انهم يحققوا الوعي الكافي للموظفين عشان يقدروا يتفادوا الهاكر، لان نسبه كبيره من الاختراقات اللي بتحصل بيكون في النهايه سببها عامل بشري. طب انت ايه دورك دلوقتي؟ خلي بالك وانت بتتعامل مع اي رسائل او ايميلز او فويس نوتس او فيديوز جاتلك، ولازم تتعلم علامات اكتشاف الديب فيك زي عدم تناسق جوده الصوره او الصوت، وان الصوت ما يكونش متظبط مع الكلام، او تعبيرات الوش والتصرفات مش طبيعيه. فلو صادفك موقف زي ده او حصل معاك او مع حد تعرفه فما تنساش تقول لنا في الكومنتات.